طب خد عندك سؤال وهيحرجك يا ابو العريف. ازاي عدوا من طبقة الاستراتوسفير دي وما ماتوش؟ دي مش استراتوسفير يا ابو السيد، ده اسمه فان الين راديشن بيلتس، حزمة اشعاع حوالين الارض. اللي حصل ان المركبة عدت بسرعة عالية وفي مسار محدد علشان ياخدوا اقل جرعة اشعاع ممكنة. يعني مش رايحين يعملوا باربيكيو هناك يا ابو السيد. نيل ارمسترونج اول ما وطئت رجله على القمر قال That's one small step for man, one giant leap for mankind. خطوة صغيرة للإنسان، قفزة كبيرة للإنسانية. انا بصراحة شايفها كانت قفزة كبيرة بس على دماغنا احنا. قفزة ايه اللي على دماغك يا سيد؟ ده أول إنسان يطلع القمر. طيب والصور اللي صوروها فوق وما كانش فيه ولا نجمة واحدة توحد ربنا. شوف ادي الدليل كله فوتوشوب ومتفبرك يا ابو العريف. الصور فعلا اللي جت من القمر يا ابو السيد منورة وما فيهاش ولا نجمة. بس عارف ليه؟ الكاميرات كلها كانت متظبطة على ضوء الشمس الساطع المنعكس من سطح القمر، ده بيبقى اسمه التعريض، اكسبوجر، زي ما بتصور بفلاش في اوضه ضلمه ووشك بيبان والنجوم الخلفيه بتختفي، يبقى ده مش فوتوشوب يا ابو السيد، ده اساس التصوير الضوئي. ناسا رجعت لنا بحوالي 380 كيلو تراب وصخور من القمر. يا عم دول هتلاقيهم جايبين 2 متر رمل من رمضان الموان وهم حللوهم عشان رمضان مغلواني شويه، انا عارفه. العينات اللي رجعوا بيها من القمر وحللوها لقوا فيها لونر جلاس سفيرولز، تراب زجاجيه دقيقه جدا اتكونت من اصطدام النيازك، مش موجود منها على الارض. ومعامل في اليابان والمانيا وبريطانيا حللوا العينات ديت، يعني حتى رمضان الموان بتاعك يا ابو السيد مش هيعرف يزورها.